مرحبا، اهلا وسهلا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. انا كنت عم صور بس للاسف ما بعرف شو صار بالفيديوهات او بالنت، ما بعرف. المهم انا حطيت زيت وحطيت بصل، بدي اقلل البصل لحتى يدبل عندي، بعدين ضفت الفلفل الملون، وهلا بدي اضيف معجون الطماطم. بدي اقلبهم مع الخضره، وهلا بدي اضيف الطماطم اللي فرمتها. طبعا الطماطم انا او البندوره مقشرتها وشايل القشره من عليها وقطعتها ناعمه، لانه هي اسمها برغل بالبندوره. احكي على هذيك لما احكي شو قالت لي. وهلا بدي اضيف الملح والفلفل الاسود والفلفل الاحمر، وبدي كمان اخلطهم. وهلا بدي اضيف الميه، وهلا بعد ما تعقدت عندي البندوره بدي اضيف البرغل. طبعا البرغل انا بس غسلته غسيل. هلا هنا اهم شيء بدي اتاكد من الملح انه عندي ممتاز. خلص هلا بدي اغطيهم وخليهم ينطبخوا على نار وسط. وهي البرغل بالبندورة صار جاهز. لو بقلكن الطعمة غرام قليلة عليها. هلأ في ملاحظة حبيت لكم عليها، هو البرغل الخشن ما الناعم. بالنسبة لمقاديري عم سجلكم اياها كاملة وقت عم ننزل الفيديو. طبعا نقدم معه لبن، زبادي، مخللات، كل انواع المخللات كتير طيب معه. بالنسبة للفيديو رح يكون على قناتي على اليوتيوب، على صفحتي على الفيسبوك، على صفحتي على الانستغرام من وصفات عائشة الترك. لكم بالعافية، على قلوبنا وقلوبكم.